السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل توبنج الفراولة جميل جدا لأحلى تشيز كيك وأحلى تورتة وأحلى كيك انت بتحبيه. جميلة جدا ولذيذ وأحسن من المعلب بكتير. بصوا القوام جميل جدا بجد. الفيديو ده مهم وجميل، ممكن تعمليه وتحتفظي بيه في الفريزر لأي كيك انت بتحبيه تزيني بيه. أول حاجة أنا عندي المكونات بتاعتنا البسيطة الجميلة دي وتعمل لنا احلى توبنج فراولة. انا عندي نص كيلو من الفراولة موجودة دلوقتي في السوق وحلوة جدا. انا بعد ما غسلتها كويس ونقعتها يعني قطعتها انصاف، والكبيرة شوية قطعتها لتلاتة. وعندي تلت كوباية من السكر وممكن نص كوباية، وعندي لون غذائي احمر ده عشان خاطر بس الفراولة عندي مش حمرا قوي، ونص ليمونة، وهناخد معلقتين من جيلي الفراولة ومعلقتين من المية. اول حاجة انا هحط الفراولة بالشكل ده، هفردها كويس بس في الطاسة او الصينية او الحلة اللي انا هستخدمها، واقلب فيها السكر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبعد كده هحطها على نار هادية جدا. تمام. اول ما حطيتها على النار نار هادية هتبدأ بقى تنزل مية كده خفيف جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول ما توصل بقى للشكل ده المية تبقى بالشكل ده كده، هحط عصرة نص ليمونة. انا ممكن احط الليمونة من بدري، نص الليمونة من بدري، بس مش عايزة احطها من الاول عشان ما يبقاش فيه مزازة جامدة قوي معايا. عاوزة تبقى ايه يعني الطعم المزز البسيط قوي اللي احنا بنحبه. وعندي بعد كده معلقتين من الجيلي وعليهم معلقتين او 3 من المية على حسب ما يدوب معاكي وما يبقاش فيه اي كتل للجيلي. تمام. مية عادي من الحنفية مفيش اي مشكلة يعني. تمام. بعد كده اول ما يدوب معايا بالشكل ده هحط معايا بقى نقطة واحدة من لون الطعام الغذائي، يعني اللون الغذائي الاحمر، وهحطها واقلبهم فيها كده، وبعد كده هنزل بيهم على التوبينج بتاعنا. يتحول اللون للشكل ده الجميل، اللون الحلو قوي اللي احنا بنحبه في التوبينج. وكده احنا خلصنا بطريقة سهلة وبسيطة، ما كملناش 5 دقايق واقفين بنحضر التوبينج بتاعنا ده. يعني ممكن تعمليه في اي وقت ومش هياخد منك وقت خالص. ده بقى شكله هو كده سايل شوية، وانت شايفاه سايل، لا استني بس شوية عليه كده هتلاقيه يمسك شوية. ونحطه طبعا في التلاجة. انا غطيته بعد ما هدي شوية وحطيته في التلاجة ليلة، وتاني يوم بقى معايا بالشكل ده حلو جدا، ينفع معايا لأحلى تشيز كيك. واستنوا ان شاء الله فيديو للتشيز كيك قريب جدا هيعجبكم قوي. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، ويا ريت بقى تعليقاتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.